ازيكم؟ هنتكلم النهارده عن تمرين من اغرب اشكال التمارين اللي ممكن تقابلها في حياتك. طبيعي اي تمرين بتعمله بيبقى فيه حركه. انت مثلا بتلعب بايسبس فبتفرد دراعك، بعد كده تعمل كونتراكشن، تفرد دراعك تعمل كونتراكشن. ولكن في شكل تاني ونوع تاني من التمارين خالص. النوع او الشكل ده بنسميه ايزومتريك. يعني ايه ايزومتريك؟ يعني بتشتغل بالثبات، زي لما تعمل وول سيت مثلا، ان انت تبقى واخد الوضع بتاع القاعد بس ظهرك في الحيطه ومفيش حاجه تحتك، مفيش كرسي او حاجه. فده ايزومتريك، انت عامل وضعيه الثبات بتاعه القعاد ولكن انت مش قاعد على حاجه فعليا. فدي طبعا بتشغل رجلك، بتشغل الجلوتس، بتشغل اكتر من حاجه وانت ثابت مكانك. التمرين اللي هنتكلم عليه النهارده هو البلانك. ايه شكل تمرينة البلانك دي؟ انت بتبقى واخد وضع اكنك هتلعب ضغط بالظبط، ولكن بتكون مثبت كوعك في الارض، ظهرك مفرود ورجلك مفروده، ولكن انت ثابت ما بتتحركش. طيب ايه فوائد تمرين البلانك ده؟ الغريبة ان انت مش بتعمل فيه حركة، ولكن اغلب جسمك بيشتغل. انت رجلك بتشتغل، وسطك كله بيشتغل، بطنك بتشتغل، جلوتس بتشتغل، كتافك بتشتغل. ولكن انت لما تكون فارد نفسك، مركز الثقل او اتقل جزء فيك بيبقى في النص. فطبيعي ان انت بيبقى جسمك عايز ينزل وانت بتعمل مقاومة. هنا التمرين بيبتدي يعمل نتيجة وجسمك بيبتدي يشتغل وعضلاتك بتبتدي تشتغل. فمركز الثقل لما يبقى في النص في الجزء ده، انت اول حاجة بتشد هي بطنك، بعد كده جنابك، وبعد كده عضلات المقعدة او الجلوتس. طيب الجزء ده بنسميه ايه؟ بنسميه كور. معنى كور ايه؟ الكور ده هي العضلات المحيطة بمنتصف جسمك، او العضلات اللي بتفصل او بتربط ما بين جزء الجسم العلوي وجزء الجسم السفلي. فانت دايما لو البوستشر بتاعك مش مظبوط وبتتعب من المشي، بتتعب من اي حركه بتعملها عاديه جدا، ظهرك بيوجعك من تحت، يبقى في مشكله في الكور. فمعنى ان ظهرك بيوجعك مش شرط يكون في مشكله في ظهرك، انت ممكن يكون في مشكله في عضلات بطنك، ممكن يكون في مشكله في جنابك، ممكن يكون في مشكله في عضلات الجلوتس. فانت مش قادر تشيل العمود الفقري بتاعك كويس، فعضلات ظهرك هي اللي عماله تشيل الوزن كله. فتمرين البلانك ليه اكتر من شكل ممكن تعمله. ممكن تبتدي بطريقه بسيطه جدا وتكون ركبك على الارض، زي ما بتبتدي برضو ضغط وركبك على الارض. بعد كده تبتدي تشيل ركبك من على الارض، تاخد وضعيه الضغط ولكن تبقى حاطط كعانك على الارض. ممكن تشتغل وانت فارد ايدك، بنسميه هاي بلانك. في اكتر من شكل. طول ما انت جسمك مفرود بتحرك ايدك، بتحرك رجلك، واقف بالجنب، واقف وشك قدام عادي. كل دي حركات بلانك، ولكن انت بتاخدها تدريجيا وبتبتدي تصعبها على نفسك عشان تحس ان عضلاتك بتشتغل اكتر واكتر. هو تمرين بسيط او يبان بسيط، ولكن بيشغل عضلات كتيرة جدا. عضلات الكور دي مهمة جدا وانت قاعد وانت سايق وانت بتتحرك وانت بتجري وانت بتتمشى. الكور ده هو زي ما بقول لكم هو اللي رابط جسمك العلوي بجسمك السفلي. من فوائد عضلات الكور كمان هي بتعمل لك استابيليتي، بتعمل لك اتزان وانت بتعمل اي حاجة. لو انت ابتديت تميل وتقف على رجل واحدة، دايما اللي هيبتدي يظبط حركتك ان انت ما تقعش هو الكور. غير ان انت محمل على رجلك، لا، انت عضلات بطنك وعضلات اللي في الجناب كلها والجلوتس هي اللي دايما بتحكم التوازن، هي اللي بتخليك ما تميلش او بتخليك ان انت ما تقعش او بتخليك تلحق اتزانك. اهتموا بعضلات الكور، اتمرنوا بلانك، ابتدوا مثلا ب10 ثواني، بعد كده ابتدوا علوا، اعملوه 4 أو 5 مرات في اليوم. تمرين مفيد جدا لعضلات كتيرة جدا وبسيط كمان، تقدر تعمله في البيت. سلام.